مساء الخير على الجميع. تكملة لسلسلة الفيديوهات التثقيفية الكروية لوضع اتحاد الكرة مؤخرا. طبعا يكون أكيد مستجدات جديدة فيه ونقاط جديدة، من ضمنها الآن بيبذل مجهود غير طبيعي أحمد صالح العيسي إنه يتواصل مع الأندية كواليسها، مش مع الإدارة مباشرة، من اللي بيقدر يعمل طلب التأجيل. خرج ب4 طلبات، الخديعة خالد صنعاء اللي تكلمنا عليها وأندية ثاني. وبالمناسبة أحيي نادي العروبة، أحيي فضل مثنى رازح، عامل موقف شغل قوي، غراءات من أخوه مع الطرف الثاني. أخوه طبعا كبر في السن، كهل ويشتي يعيش وما اكتفاش بالأموال اللي جناها من أول، لكن لا، فضل صاحب موقف. فضل كان وفي مع رئيس النادي السابق يحيى، إلى أن يحيى رفع يده قال تعالوا من يمسك النادي. يستاهل فضل. الحركة القادمة الآن، احنا الآن تاريخ كم؟ 18. أنا راهنت على سيارة أو 100,000 كمان إنه ما فيش دوري يوم 1 أكتوبر. هذا كله مناورات، بموجب يقعد يتواصل مع الفيفا والاتحاد الآسيوي. وشفنا الفضيحة اللي مؤلمة، أنا كيمني مؤلمة، المذكرة حق حمد شيباني الاتحاد السعودي يستجديه إنه يستضيفه، يعمل له معسكر أو يستضيف سريلانكا، وغلط بالتاريخ، تاريخ 12 سبتمبر اللي فات. وكمان فيها إنه وسبق أن تخاطبناكم ولم تردوا. خلاص يا أخي عيب، ما يشتكش. البحرين مرة رفضك، قطر رفضك نهائي، مستحيل تقبلك أي دولة غير الدول الخليجية 3-4 إلا بمقابل بزنس. طيب وين حقك الإعلانات؟ وين حقك التمويل؟ وين حقك أشياء كثيرة؟ طبعا نتطرق الراتب حق سكوب. عمرك شفت مدرب إنه في الشروط الجزائية إنه لو ينغلب هدف أو 5 ما حد يقدر يقيله؟ لأنه أشياء وعد الجمهور اليمني إنه الراتب على حساب السعودية كما كان في السابق على حساب قطر لفترة معينة. الناس ضربوا مننا. أتمنى من الأندية واللي لهم تأثير على أنديتهم إنه ما يسمحوش لف والدوران إنه تخرج مذكرات غير رسمية بالإجماع. أنا أوعدكم إنه لصنعاء الآن اجتمع الإدارة بشموخ النادي الأعظم والأكبر وكان لهم موقف، وأتمنى من الأستاذ أمين جمعان إن كان يدخل مع المعترك أو كقائد للحملة كما يدعون، لا أنا أعتبره الآن موقف شعبي، إجماع. أتمنى منه إنه يعمل تطمينات إنه مش حيتكرر الدوريات اللي المرجنة يعني مرجان أحمد مرجان اللي وقع في تعز، واللي يوقع في الدوري. يعمل تطمينات إنه مش حيتكرر الدوريات اللي المرجنة يعني مرجان أحمد مرجان اللي وقع في تعز، واللي يوقع في الدوري هذا. من ضمن التذكير كواليس سيئون، أحمد قائد انذهل وكان وقف أكثر من حكم، مش يعرف كيف المعلومات دي مرد لقاش. أنا يشهد الله أنه عمري ما تواصلت مع أحد يشي معلومة، كن بينهم بين دائما المخالفات، المظلوم يتصل عندي ويمدنا بالمعلومات. فكيف تفاجئ أن أنا عرفت في كواليس بمباراة مستوى بعشرة وتغييرات بأسماء الحكام. حيكون لنا حلقة ثانية، والحمد لله قربت الاستحقاقات الضغط الاتحاد الدولي. هو كان يراهن انه يكون اي انجازات، يقول لك خلوهم مشغولين مع تاهيل المنتخب الناشئين، خلوهم الاولمبي. الان حيراهنوا على اخر امل في سريلانكا، ونعرف فريق سريلانكا فريق ضعيف، لكن عندي احساس ممكن نتجاوز على الاستدعاءات الاخيره اللي وقعت للكابتن وحيد الخياط، فيصل المعروفي، الكابتن عبد المعين مقرشي، واحسن مهاجم يمني الان اللي قعدوا 2 سنين يصفوا حسابات مع الوهميه ويستبعدوا، اللي هو هاني ابو هادي. شكرا.